اهلا بيكم. وخمس اوراق مهمة جدا لشقق الاسكان الاجتماعي لازم حضرتك تبتدي تجهزها دلوقتي. يعني تخلص الفيديو ده وتكتب الاوراق دي، ولو انت ناوي تقدم في شقق الاسكان الاجتماعي حضرتك جهزها دلوقتي. يعني من بكرة تبتدي تتحرك. ايه هما الخمس اوراق دول؟ ركز معايا، واتمنى لو هتجيب ورقة وقلم وتكتب وركز قوي في كل كلمة، لان الكلام هنا ممكن يكون بفلوس، والحاجات دي ايه مهمة جدا وتوفر عليك زنقة انت ممكن تبقى في غنى عنها. ايه هي الخمس اوراق؟ اول حاجة القيد العائلي. القيد العائلي بياخد وقت، ولو عندك مشكلة في الاسم هياخد وقت في اللف والتصحيح. القيد العائلي المفروض بيطلع وانت واقف في اي سجل مدني مميكن، ولكن المشاكل اللي بتقابل الناس واللي قابلتنا في السنين اللي فاتت: اول حاجة الزحام الكبير، تاني حاجة لا قدر الله لو عندك خطأ فتفكر كويس جدا وتطلع القيد العائلي واسايم الزواج، قسيمة الزواج او قسيمة الطلاق او شهادة الوفاة في حالة الارملة او الارمل. كل الاوراق دي وشهادات الميلاد، يبقى تخلص مشوار السجل المدني. تحدد الاول حضرتك عايز تعمل ايه وتخلص اوراق السجل المدني. اول حاجه كده ايه؟ شهاده القيد العائلي، طبعا مع ايه؟ مع اخواتها، اللي هو ان كان بقى قسيم الزواج او شهادات ميلاد او شهادات وفاه او شهادات طلاق. ده بالنسبه دي رقم واحد، تبتدي تعملها دلوقتي. ما تنتظرش لما الاسكان يبتدي والاعلان يبتدي وتوقع نفسك في مشكلة تانية. تاني حاجة شهادة مفردات المرتب. شهادة مفردات المرتب دي حضرتك بتطلبها من الشركة، ممكن تاخد لها اسبوع، ممكن تاخد لها يومين، ممكن تعملها وانت واقف. ابتدي حضرتك اعملها دلوقتي. اعملها ايه دلوقتي؟ حضرتك كده كده الشهادة دي لازم ما يكونش عدى عليها 3 شهور وتكون في الشركة بقالك 6 شهور. فحضرتك مفيش أي مشكلة إن أنت تعملها لنا بتاريخ شهر 11. دي النقطة المهمة. طب لو حضرتك هتعمل بقى شهادة دخل برضو اعملها دلوقتي. ما نجيش نزل احنا يعني دي لو معانا وقت كده، بس لو انت قادر تعملها دلوقتي اعملها ايه دلوقتي وخليها معاك اولا، لان كمان المحاسبين القانونيين لما بتخش عليهم الموضوع بيبقى عندهم زحام وممكن يغلوا في الاسعار والكلام ده كله. لا، اعملها دلوقتي وخليها معاك. يبقى تاني ورقة ايه؟ مفردات المرتب وشهادة الدخل. دي بالنسبة لتاني ورقة. تالت ورقة حضرتك لو انت ناوي تغير البطاقة بتاعتك عشان تخش في محافظة او تطلع من محافظة او الكلام ده كله، ابتدي غير الورق دلوقتي بشكل قانوني جدا. حضرتك خلي بالك الموضوع ما فيهوش اي مخالفة قانونية. حضرتك لو انت موجود في محل سكن في محافظة تانية غير اللي البطاقة بتاعتك عليها وعايز تقدم على نفس البطاقة على نفس محل سكنك، بسهولة جدا بتروح بالعقد بتاعك وبتروح السجل المدني وبتروح تغير البطاقة بتاعتك على المكان الجديد. الموضوع مش صعب، الموضوع بس كله محتاج كمان ايه؟ ان انت تبتدي تتحرك فيه. لو انت موجود فين؟ في محل الاقامه بس مش مثبت على البطاقه. لو انت حابب تغير البطاقه، طبعا هنا البطاقه احنا قلنا مش فيصل، ان انت ممكن يبقى العنوان مختلف، ولكن لو معاك عقد ايجار معمول له اثبات تاريخ وايصال مرافق حديث، ده ممكن يغني عن العنوان في البطاقه. ولكن لو احنا معانا وقت وعايزين كده كده نغير البطاقه، ممكن تبتدي تغير البطاقه وورقك يبقى كده مظبوط 100%، وما فيهوش حتى نسبه ايه نص في المية يبقى في اي مشكلة. يبقى انت لو ناوي تغير البطاقة ابتدي ايه غيرها دلوقتي. لو انت حابب تخش في محافظة غير المحافظة اللي انت البطاقة عليها. دي نمرة 3. نمرة 4 حضرتك تخلي بالك ان انت برضو لو انت بتدفع ايصال مرافق اليومين دول احتفظ بيه، وده اللي تقدم بيه: ايصال مرافق كهرباء، ايصال مرافق غاز، ايصال مرافق اللي هي مية. المهم يكون موجود فيه نفس العنوان اللي يا في عقد الايجار يا في ايه يا في اصل البطاقة بتاعتك. ايصال المرافق مهم جدا جدا جدا، وده اكتر حاجة دلوقتي تثبت وجودك في محل الاقامة. فبالتالي اي حد ناوي يقدم ايصال المرافق هتدفعه دلوقتي تخليه معاك، هتدفعه كمان يومين تخليه معاك. المهم ان انت ما تحاولش ان انت اليومين دول
معلش تقول لك لا ايصال مرافق 11، لا، اي ايصال مرافق تدفعه اليومين دول حضرتك مهم جدا ان انت تحطه من ضمن الايه الورق. اتاخرت شويه بقى في الشهر في التقديم للشهر الجاي، حضرتك ممكن ايه تحط بتاع شهر 12، لكن انت ممكن تقدم اصلا قبل ما يجي لك ايصال المرافق بتاع شهر 12. فعشان كده بقول لك ايه، هنا ابتدي جهز الورقه دي ايه دلوقتي. اي ايصال مرافق تدفعه يكون في نفس العنوان، هاكد كده لازم يكون في عنوان. ما ينفعش ايصال مرافق موجود فيه رقم عداد كده بس من غير عنوان، يبقى ده ما ينفعش، مش هو ده المطلوب. المطلوب لازم يكون في ايه نفس العنوان، ومش شرط يكون باسمك. ايصال المرافق ممكن ومش شرط يكون باسم الوالد، لا، بس ايصال مرافق يكون ايه لنفس العنوان اللي حضرتك ايه موجود فيه. ودي الورقه رقم ايه 4 اللي حضرتك لازم تجهزها ايه دلوقتي، لازم تجهزها ايه دلوقتي. برضو لو انت عندك عقد ايجار مش معمول له اثبات، ورقه كده زرقاء وخلاص، وحابب تقدمها وتستفاد بالعنوان اللي موجود في هذا العقد، انا بقول لك روح الشهر العقاري اعمل له اثبات تاريخ للعقد. لان ورقه زرقاء كده ممكن ما يبقاش ليها اي قيمه، حضرتك بتروح الشهر العقاري بتعمل له حاجه اسمها اثبات تاريخ، وده مش مطلوب منك يكون معاك صاحب العقار، وما فيهوش اي مسؤوليه عليك، ده حاجه كده يعني الشهر العقاري بيقدمها اللي هي للعقود اللي هي لغايه 5 سنين. فحضرتك لو انت عقدك الايجار عايز تقدمه لان العنوان مختلف في البطاقه والكلام اللي احنا شرحناه قبل كده، ممكن تبتدي تاخد الخطوة دي دلوقتي عشان يبقى عقد الإيجار ده جاهز تقدمه مع إيصال المرافق اللي احنا اتكلمنا عنه في النقطة اللي فاتت. فمهم ان انت تعمل الكلام ده دلوقتي، عشان برضو الشهر العقاري دلوقتي ممكن يبقى زحمة ولا حاجة. حضرتك لا، خد الخطوة وجهز الورقة دي دلوقتي. كل ده بالإضافة طبعا لأوراق تانية، ولكن دول اللي انت اللي انت ممكن تجهزهم دلوقتي. وطبعا بالاضافه للاوراق الاساسيه اللي احنا هنجيبهم من مكاتب البريد، ان كان ايصال كراسه الشروط، ايصال جديه الحجز. انا بتكلم ايصال، انت روح اشتري الكراسه براحتك، لكن انا اللي يهمني كاوراق الايصال بتاع كراسه الشروط يكون مختوم ختم واضح. بالنسبه لايصال جديه الحجز اللي هي 30,000 جنيه يكون مختوم بختم واضح. ايصال المصروفات الاداريه يكون مختوم بختم واضح، دول من البريد. بالاضافه طبعا للورق اللي انت هيبقى كده كده موجود في كراسه الشروط، حضرتك ما بتجيبوش دول، خليهم دلوقتي. لكن اول 5 حاجات لا، دول يتجابوا دول يتجابوا دلوقتي، لانهم مهمين جدا ان انت ما تزنقش نفسك وتبقى محتاس وعمال تجري ان انت تجيب كراسه شروط والايصالات والكلام ده كله بتاع الحاجات اللي من البريد، وانت عندك اصلا لسه ورق ما خلصتوش. لا، اللي تقدر تخلصه دلوقتي خلصه. برنت التأمينات مش ضروري فما تجيبوش. محدش يقول لك لا روح اجري على التأمينات وضيع لك فيها يوم عشان تجيب برنت تأمينات، بدل في الكراسة قال لك مش ضروري يبقى ما تجيبوش. ما تجيبش حاجة مش ضرورية. خلاص يا جماعة، اتمنى فعلا كلنا ناخد الكلام ده بمحمل الجد، وكل الورق اللي احنا مطلوبين نجيبه دلوقتي، نبتدي من بكرة ما نزنقش نفسنا. واي حد محتاج مساعدة في التقديمات بنوفر خدمة التقديمات في مكتبنا ان شاء الله ان شاء الله، وبنسيب لكم وسايبين لكم رقم التليفون ان شاء الله، نكون سبب خير لاي حد عايز يقدم. ونتمنى التوفيق للناس كلها، ونتمنى فعلا اللي عايز شقة ياخد شقة في ظل الايام دي، لان الايام بقت صعبة والظروف بقت صعبة. بس خلينا كلنا نتفائل، وان شاء الله حظكم يبقى كويس، ونكون سبب خير ليكم وتطلع اسمكم في القرعة وتاخدوا الشقة اللي انت عايزوها. اشوفكم على خير، شكرا ليكم والى اللقاء كل متابعيني الكرام.